نعم أخي، نعم. من بعد التطبيع احنا كنا عارفين أنه كانت يعني موجودة سجون سرية أمريكية اللي دارتها المخابرات الأمريكية من بعد التفجيرات ديال 11 سبتمبر. ولكن حاليا انا كنقول لك من بعد التطبيع ولات سجون سريه اسرائيليه. هاد السجون السريه الاسرائيليه كيجيبوا لها السجناء المجموعات المقاومه الفلسطينيه اللي عندهم وزن، اللي ما كيتفادوا باش يخليوهم يعني داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله. كيجيبوهم ولاو كيجيبوهم لهاد السجون السريه داخل المغرب لاستنطاقهم، مستعملين في ذلك هذاك الطرق التعذيب، يعني ما يسمى بالاستنطاق المتقدم. كيستعملوا معهم التعذيب. المهم كيجيبوا سجناء ذو وزن ثقيل كيجيبوهم للمغرب باش حتى يتم استنطاقهم في السجون السريه داخل المغرب.